البنجر اول 3 شهور، اول 90 يوم مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك تعمل نمو خضري كويس، وتدي النبات احتياجاته من العناصر سواء تسميد ارضي او رش ورقي. فاحنا عملنا قبل كده برنامج تسميد ارضي قوي ممتاز جدا، تمام. والنهارده بصدد برنامج رش ورقي، حاجه حلوه. الرش الورقي ده كانه حقن في الوريد، حقنه في الوريد كده بتدي دفعه قويه جدا. هنتكلم في كل التفاصيل، لكن نصلي على النبي ونرجع لكم تاني. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تسميدة هتفرج معاك، حرفيا هتفرج معاك. 30 كيلو نترات بوتاسيوم، حاجة محترمة جدا. 20 لتر حامض فوسفوريك، 20 لتر نترات كالسيوم، منشط جذور اندول خام 5 جرام للفدان، علبتين للفدان، معاهم 2 كيلو مغنيسيوم، 2 كيلو هيوميك ماك حرف، 2 كيلو زنك مخلبي، 2 كيلو منجنيز مخلبي، 2 كيلو حديد مخلبي، 2 كيلو هلفت بالإضافة ل6 شكاير يوريا، 6 شكاير يوريا متوزعة على عدد الريات. لو عايز التسميدة كاملة ومعدلاتها وإمتى نحطها، عملنا فيديو موجود على الصفحة، تسميد البنجر من الزراعة حتى الحصاد. تسميدة حرفيا هتنجل معاك محصول البنجر وإنتاجية عالية جدا. شكرا لكم، السلام عليكم. اللي انتوا سمعتوه ده كميه السماد دي كلها بتحط تسميد ارضي متوزعه على 3 ريات، حاجه محترمه جدا وحاجه حلوه جدا، تمام. ده بالنسبه للتسميد الارضي. فانا برضو عايز ادي دفعه كمغذيات رش ورقي هتفرج معايا في المحصول. ايوه تفرج معايا في المحصول، تفرج معايا في النمو الخضري. ادي احتياجات نبات من الحاجات اللي هو مش بياخدها كرش كتسميد ارضي، وحاجات سريعه تنجل معايا لو حصل صدمه مثلا ري، حصل صدمه جو، الكلام ده كله. فحصل صدمه رش مثلا، سواء كنت برش حشري او فطري، فانا لازم ارش مغذيات هترفع مناعه النبات وتديله قوه وصلابه، حاجه محترمه جدا. اول رشه معانا يا باشا، معانا الالجافينا. الالجافينا دي طحالب بحريه 10% وداخلها مغنيسيوم وداخلها زنك وحديد ومنجنيز، حاجه محترمه جدا الالجافينا ديت، تمام. شركه هارفست، تمام. معاها الاجري مينرال ديت عناصر كبرى، تمام. دي عناصر كبرى العشرينات، مع ده برضو داخلها عناصر صغرى مع منشط الجذور اللي هو الاندوفال ده، تمام. الرشه دي معاك من 120 لتر ميه لحد 200 لتر ميه، تمام. هنرشهم لفدان الالجافينا، تمام، مع الاجري مينرال مع الاندوفال. الرشه ديت فيها طحالب بحريه وطبعا عناصر كبرى وصغرى ومنشط جذور. الرشه هتفرق معايا في ايه؟ ترفع معاك النبات ضد الامراض الفطريه، رفع اجهاد عشان الحراره وانخفاض الحراره. ولو الحراره عاليه، النبات البنجر اصلا محصول شتوي فما بيستحملش الجو ده، لو حصل صدمه ري، حصل حاجات من دي، فالرشه دي هتفرق معايا محترمه جدا. تاني رشه، وانا قلت لك قبل كده الرشه المركب ده سيليكات البوتاسيوم. سيليكات البوتاسيوم ده يا باشا ده مقاوم اجهاد ورافع مناعه ضد الامراض الفطريه، حاجه محترمه. وكمان بعنصر البوتاسيوم فيه مهم جدا، ده برضه بيخش معانا في التحجيم. السيليكون فيه 25% اللي هو السيليكافال ده السيليكون ده من العناصر المهمه جدا جدا. انت لو طولت ترش النبات البنجر بتاعك كل 10 ايام، كل 15 يوم سيليكات بوتاسيوم، رش
لرفع مناعه ورفع اجهاد، حاجه محترمه، سواء في الصقيع في الحراره في البروده والصقيع، او في ارتفاع درجه الحراره. ده بيظبط، ده تكييف النبات، ده بيظبط درجه حراره النبات. لو الجو حر بيبرد النبات، بالجو ساقعه ده بيدفي النبات. فسلكات البوتاسيوم دي اساسي معانا في محصول البنجر. كل 10 ايام، كل 15 يوم، كل 20 يوم رشه، مش هيزعلنا في حاجه. نص لتر للفدان، حاجه محترمه جدا جدا. الرشه الثالثه يا باشا برضو ما بشتغلش بحاجه مثلا تزود معانا فطري مش عارف ايه، فهنلجا مثلا لحاجه زي كده. الالفا جرو ده منظم نمو ومركب، بص حاجه محترمه، محفز نمو خضري. ده طحالب مع احماض امينيه نباتيه، وبرده داخلها منظمات نمو سيتوكين واكسينات، وحاجه محترمه جدا. بنضيفه معاه ايه؟ هنضيفه معاه الهارف بلس. ده الهارف بلس ده عناصر صغرى بس بنسب عاليه جدا، زنك وحديد ومنجنيز ونحاس وكبريت وبورون. خلي بالك البورون 2%، حاجه محترمه جدا عشان السكر في البنجر. فالهارف بلس مع الالفا جرو مع التيكتو اس. ده التيكتو اس ده عباره عن ايه؟ عن سيتوكين واكسينات وفيتامينات، منظم نمو بس عالي جدا جدا جدا، شركه ماتش كيم. يبقى التيكتو اس مع الهارف بلس مع الالفا جرو اللي هي الرشه الثالثه. تمام. برضه دول يدون نمو خضري ويحافظوا على مناعه النبات ضد الامراض الفطريه ورفع اجهاد ضد الظروف الجويه. تمام. هننزل بالرشه الرابعه، هي نص كيلو كالسيوم. الكالسيوم بورون ده فيه اسيتات كالسيوم وفيه مغنيسيوم وفيه زنك وفيه بورون. الرشه دي فايدتها ايه؟ عشان ما يحصلش مثلا، يبقى انا حاطط عنصر الكالسيوم رش ورقي عشان ما يحصلش تخويخ في البنجرايه وتشققات والبنجر ينكسر منك ويحصل عفن في البنجرايه كده. تمام. فالكالسيوم مهم جدا في الحالات دي، فهنرش كالسيوم مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، مش هيزعلنا في حاجه. الكالسيوم من العناصر على فكره بيخش في التحجيم. تمام. فالكالسيوم من العناصر الكبرى. تمام. فاللي لازم نشتغل بالكالسيوم، وداخله بورون وداخله مغنيسيوم وداخله زنك اللي هو الجولدن كال. ده حاجه محترمه جدا. تمام. هنرش نص كيلو للفدان، برده من 120 لحد 200 لتر ميه. تمام. الرشه الرابعه او الرشه الخامسه اللي هي برضو هنلجا للسلكات البوتاسيوم. السلكات البوتاسيوم زي ما قلت لك هنرش كل 15 يوم، كل 20 يوم. خلال 90 يوم هنرش 5 رشات، 4 رشات، ممكن نرش 3 رشات. اهم حاجه الفطري. طب في ناس بتعاني من الامراض الفطريه اللي هي العفان الجذور. لو انت عندك مشكله من عفان الجذور وعايز ترش حاجه ورقي، هنرش حاجه زي كده اللي هي كوبر هارف. ده جلايكونات نحاس، بننزل بنص لتر. تمام. مع لامار توب ده ازوكسيتابين 50%، ومع ربع كيلو ستولوريم اللي هو فوستيل الومنيوم. تمام. يبقى ربع كيلو فوستيل الومنيوم مع تذكره لامار توب 50 جرام. تمام. دي ازوكسيتابين 50% مع نص لتر كوبر هارف. ده جليكونات نحاس، هيظبط لك الدنيا. وترشه بعد ري عشان خاطر اعفان الجذور. ده متوصل، والرش يكون قريب من الجدر زي حجم كده تحت الجدر، هيظبط الدنيا معاك وينضف لك الارض من الاعفان وتسقيط والكلام ده كله. فحاجه محترمه جدا. تمام. ده وبرده بالاضافه ان انت ممكن ترش حشري، اندوسكارب، كلورابروفيوز، برفينيفوس، لمبادات، بيتا سلفوسرين، الف سبراميسرين، بروكليمات اللي هي امكتين بنزوات. تمام. ممكن لفينورون منع انسلاخ. ترش الحاجات دي كلها تحميه من الحشرات. ده بالنسبه لاول 90 يوم. 90 يوم الاولانيين حاجه، وال90 التانيين حاجه ثانيه خالص، بنشتغلوا معاهم برامج ثانيه خالص. عندنا برنامج فطري كويس جدا عشان التبقع السركسبوري والاصداء، لازم نشتغل عليه. عندنا برنامج تحجيم وصب، ده اساسي معانا ان شاء الله بعد 90 يوم، حاجه ثانيه خالص. فانت لو مش متابعنا هيفوتك كتير، فلازم نشتغل رش ورقي، تسميد ارضي، كل الحاجات دي احنا شغالين عليها ان شاء الله. تمام. ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو الفيديو عجبك ما تنسناش من دعمك لينا بالمتابعه ولايك و دعوه حلوه ومشاركه الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن، مع اكبر عدد ممكن من اخواتنا الفلاحين والمهتمين بزراعه البنجر في مصر والعالم العربي. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخر حاجه، لو عندك اي استفسار اكتبوا لنا في التعليقات. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه مكملين معاكم عن زراعه البنجر في مصر من الزراعه حتى الحصاد، موسم 2025 2026. النهارده بصدد رش البنجر ورقي مغذيات.
في العمر الاولاني اللي هم 90 يوم، الاعمار الاولى خلال 3 شهور اللي هم 90 يوم. ال 90 يوم دول احنا المفروض بنعمل نمو خضر وبندي النبات احتياجاته من سواء تسميد ارضي او رش ورقي. فاحنا عملنا برنامج تسميد ارضي، حاجه محترمه جدا. هتسمعوا كده في الفيديو قدامك اهوت لمده دقيقه او دقيقه ونص. يلا. لا لا.